طيب نكمل. اعطيني بس اللوكيشن مش عارفة وين نروح. احنا يعني دايما نقول ندعم وندعم وندعم. طيب احنا ما يصير نطرح ونقول في مواقع التواصل الاجتماعي ان احنا ندعم المنتج الفلاني وندعم اصحاب كذا وندعم كذا، بس في الحقيقة لما نشوف هذيل الناس يحتاجوننا ما نروح لهم. فأنا هيأت المساحة للكل فعليا. أي أحد يبي يدعم، وأنا ما أقول أنت تدعم يعني بمبلغ تضخ مبالغ، لا، بتضخ مبالغ في الأمور الخيرية جزاك الله ألف خير. شوف وين دل دربك، تشوف وين وتوكل. الله يعني يحب الإنسان اللي يسعى. أنا قاعدة أحاول كثر ما أقدر أني أسعى وأمهد هذا الطريق، وأنتوا كناس، كمشاهير، كناس، والله أنتي أو أنت لو عندك متابعينك بينك وبين بعض، ربعكم وربعك يثقون فيك، قصري على الصوت، وربعكم يثقون فيك، ربعكم يثقون فيكم، تقدرون تدعمون هذه المنتجات اللي موجودة، تقدرون تدعمون الناس اللي متعثرة. ما أبي ولا أحد في السوشيال ميديا أبدا أبدا، حتى اللي ما دزيت له دعوة، لا تنتظر مني أرسل لك دعوة. مبادرة دعم المنتج البحريني شيء يعني هذا واجب على كل شخص عايش في هذه الديرة. أوكي، ما راح أقول كل شخص بحريني، لا، كل شخص عايش في هذه الديرة ويبي مصلحة الديرة، واجب عليك أنك تدعم هذه المنتجات ولو بحضورك. كل شخص لو عندك 10 فولورز أنت مجبور أنك تدعم وتصور وتعلن لهم وتتكلم عن هذا المنتج وهذا شنو عنده وهذا شنو عنده. في النهاية أنت يعني سويت خير لنفسك وللناس ولبلدك. أغلب المشاريع اللي موجودة 99.9% منها مشاريع شكرا لك باشر قولي تحتاج الدعم. واحد من المشاريع يعني متعثر بشكل يبكي، يعني تمنيت وأنا سعيت أن أنا أحاول أوصل هذا المشروع المفروض أنهم الأيادي البيضاء اللي يدعمون ويساعدون الفئات المحتاجة. يعني مثلا في جهات تدعم تدعم الأرامل، تدعم الأيتام، تدعم الناس المتعثرة، تدعم وايد فئات. فأنا أعرف مثلا أشخاص يتبرعون مبالغ معينة وكثير منهم ترى خارج البحرين. فأنا يعني اللي علي إن أنا أشوف الحالة، أروح لها وأوصلها بالشخص اللي المفروض يدعمها. وين المصيبة؟ لما هذيل الناس يتعشمون إن في حد بيساعدهم ولو بشيء بسيط، ويك هذا الشخص يسحب. هذا الشيء مريب وكريه، ما أحبه. ستيل أنا وايد أمور في الحياة تصير عمري في حياتي ما تناقشت وطرحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مع أن أنا المفروض أسوي هذا الشيء، بس دائما أقول ما بالمضرة حق الناس. زين، هم أساءوا حق ناس، أساءوا مثلا لي، أساءوا، بس أنا ما أروح يعني أرد الإساءة بهذه الطريقة.
فأنا في هذا المعرض يا جماعة ما عندي ربح ولا أبي ربح. كل اللي سويته يعني مثلا البوث مكلفني مثلا المبلغ الفلاني، اللي مدفوع مبلغ أقل. الماتيريال مثلا ماتيريال البوثات عشان ينبني يحتاج مبالغ، واي احد بالحياة بيروح بعد سيدة اي احد بيروح يشتري مثلا الخشبة هاي البليوت الواحد، خلي يشوف كم قيمتها، مو شيء بسيط. فأنا لما أروح أبني وأسوي وأشتغل وأروح المطابع وأسوي البنرات وأفصل الكبتات وأفصل الطاولات وأجيب الكاربت وهاي الأمور، هذه الأشياء مكلفة. يعني لا حد يفكر إن هذا يعني مبلغ بسيط. ف تفضلي. شنو حبيبتي؟ ما يرد في الانستغرام. عمر فاروق رد علينا لو سمحت. ما حصلتي اللوكيشن؟ حسابي عنود كلمتنا يمكن يرد. اوكي بكتب له الحين. اوكي الحين سوينا منشن في سناب حق عمر فاروق. من اللي للحين ما خلصتي ما رد عليك؟ لا اوكي كلهم تمام اللي عندي سلمت لهم. الحين رايحة حق المطاعم احمد. احنا عندنا وايد. بس مروش ورايحة المكتبة. اوكي استلم البنات. اوكي احنا عندنا وايد. احنا عندنا وايد يا جماعة يعني ردوا علينا. اذا خلصتي تجينا. اي عادي. اوكي وايد عندنا بالهبل. اوف تجيني مالين سند على الاقل اطلع منسوب لي رايحة سند. زين لين يجي سند احنا الحين بندخل على الرفاع الشرقي. حبيبي انا رايحة الصاية. اوكي رايحة الساية. ساية. خلصي ساوية عقب بروح حق ابراهيم مال الله. عقب خلاص بروح اودي الاغراض المكتب جالس. اوكي حبيبي يعطيك العافية. بدل لا اروح المكتب اجيكم وين؟ بنقول كلمينا تشوفي احنا وين. تسوي لايف لوكيشن. حاضر. اوكي انا اسوي لايف لوكيشن. اوكي حاضر. لا بعرف اسوي لايف لوكيشن ما عندي مشكلة. اوكي. في احد المشاركين معانا في المعرض، خليني اقول لكم اموت عليها هالبنت. شوفي اللوكيشن. مو هاي اللي قدامي. هذه البنت اتابعها صار لي فترة، مهتمة بالريسايكل إعادة التدوير. تاخذ يعني هي ناشطة بيئية، تاخذ الألوان الشمعية وتعيد تدويرها. مثلا تاخذ من مثلا الروضات المدارس. ف قاعدة أقول لها، كلمتها قلت لها لازم تشاركين معانا يعني. فبتكون موجودة الحين، احنا رايحين لها نعطيها بعد دعوة. وبيكون عندنا في الحاضنة بوكس إعادة تدوير. أي أحد عنده حتى لو قلم واحد، أقلام إن ألوان شمعية، يجيبها يحطها في البوكس وبعدين هي بتعيد تدويرها. الأقلام المكسرة حتى لو قلم فيه باقي شوية. ف هيك الحين احنا قريب، باقي 2 minutes. تقريبا متى ما جيت هني؟ قبل كله كنت في الرفاع، كل ربعي كانوا في الرفاع. الحين كل واحدة تفلتت مكان. واحدة في وادي. جيت على المكان الحساس. شنو يعني؟
عطني بيت نص عزيزة وغالية. يلا نصيح. هاي اللفة لا تكون باللفة هاي اللفة. ها شكلي وراح هاي اللفة. صح. والله لفة بيتهم. العزيزين الغاليين. لا حول. يلا خلينا نطل على الفريج. يا حول. خلينا نشوف شنو تغير. أيام والله. حسوا شيء. شكلي حنيت. لا لا هني البيت وين. نشوف. هاي بيتهم. هاي البيت ما نوقف. في أحد. طق الجرس تبي تعطينهم دعوة شيء. لا والله ما دكتورة المفروض نعطيها دعوة. يلا هاج. وين بيتهم؟ يودي. ما في لا عنوان. والله هذا البيت. خلصي علي. صدقني نسيت بيتهم. ما عليه الحين اعطيني. هاي بعد سيدة سيدة. ليه رقم البيت. بناية حياتي. هذه البناية هاي خلصنا وصلنا. واحدة يمين واحدة يسار. which one؟ دقي عليها يا رب تكون في البيت. بموت عليها. تبي تروحين لها؟ ابي اسلم عليها هي. وايد احبها. ما بنتظر لين يوم السبت صراحة. عندنا هالحزن تصير. انت اللي كلها مسجل. كله مسجل مو يعني انا ما ادري. نزيع ولا مو نزيع؟ لا نزيع. والله نزيع.